بص، ايمن اشرف لخص لك الكوره في مصر كلها في 30 ثانيه بالظبط. تعال نشوف الفيديو ونعلق عليه. بعض المدربين بيقبضوا فلوس، وانا الكلام ده مسؤول عنه. بيقبضوا فلوس من اللعيبه مش بشكل مباشر. بتلف لفه كده في نادي فلان بتاخد مثلا مليون جنيه، تعالى انا هجيب لك خمسه. اللعيب يفرح يقول له بس في اتنين زياده هيتحطوا في العقد، دول هتدوهم لي. ما طلبش يعني منك انت حاجه زي كده، بس شفت الطلب. في الطلب. وانا لا يمكن اعمل كده، والله العظيم الطلب مني. طيب تمام. بص، هو ده ملخص الكوره في مصر. انت زعلان على منتخب الشباب اللي خسر من نيوزيلندا اتنين ومن اليابان اتنين في كاس العالم؟ طول ما هي دايره كده بالفساد ده، طول ما هي ماشيه بالوسايط وابناء عاملين واكاديميات، واللي معاه فلوس هو بس اللي يلعب، اللي اهله معاهم فلوس بس هو اللي يلعب. لكن لو واحد بيلعب مثلا، واحد لعيب وفي مركز شباب، ولا حد هيعبره ولا حد هيشوفه. اللي زي ده حلمه بيموت خلاص. لكن طول ما هي ماشيه بالوسايط وبالفساد، اللي معاه فلوس هو اللي يدفع للمدرب عشان يلعب، وكل واحد ليه وكيل يعمل لي سمسره ليه والمدرب اللي هو مديهوله. بص، بقت قصه متطبخه، يعني انت فاهم. السؤال هنا مين بقى المنظومه المسؤوله عن الفساد ده كله؟ الراجل طلع في 30 ثانيه فضح الكوره كلها في مصر. هو دي الخلاصه، هي دي الكوره في مصر. يا اخي تعالى شوف منتخب المغرب يا اخي. انت ما بتغيرش يعني، ما بتغيرش عن منتخب مصر لما بتشوف منتخب المغرب بيكسب اسبانيا وبيكسب البرازيل واول مجموعته في كاس العالم الشباب؟ انت ما بتغيرش لما انت خسران لي من اليابان وخسران من نيوزيلندا. انا اول مره اسمع عن نيوزيلندا ديت اللي هي فيها كوره. انا طول عمري اعرفه اللي هم بتوع لبن. انا اول مره اعرف ان هم بتوع كوره يكسبوك اتنين. فهو ده ملخص الكوره في مصر. طول ما هي ماشيه بالفساد والرشاوي والوسايط والاكاديميات وابناء العاملين، واللي معاه فلوس بس هو اللي يلعب، قسما بالله ما في كوره في مصر. تعال شوف الكوره في مصر في الجيل اللي جاي. تمام. قسما بالله ما هتسمع الكوره في مصر دي تاني. هتبقى مصر دي بالنسبه للكوره زيك زي الصومال، زيك زي جزر القمر. هتبقى زيك زي الفرق المنتخبات التعبانه دي. لكن طول ما انت عامل لي جيل باكاديميات ووسايط وفلوس، قسما بالله عمرك ما هتقدم خطوه. الراجل طلع فضح الكوره في مصر